اليوم تحكم عليا ب6 أشهر وغرامة مالية. المشكل أن هذا الحكم ظلم تام في حقي لعدة أسباب، أولها وأبرزها أنني تحاكمت بالقانون الجنائي في قضية ديال مقال منشور على بلادنا 24، يعني القضية خاص يشملها قانون الصحافة والنشر. وتحاكمت ماشي لاني كتبت المقال، لان المقال ما كتبتوش انا، ولكن تحاكمت بصفتي مدير 24، يعني كتحاكمني بصفتي مدير نشر موقع وما كتطبقش عليا قانون الصحافه والنشر. المهم هذه القضيه تعود لسنه 2022 بعد ما تقدم عامل احد الاقاليم شكايه ضد الموقع من اجل مقال. قبلت وكيله الملك المحمديه الشكايه رغم انه كاين دوريه ديال رئاسه النيابه العامه كتمنع على وكلاء الملك قبول شكايات في قضايا الصحافه والنشر، وكتقول الدوريه انه خاص تقدم شكايه مباشره بدون المرور على النيابه العامه. تم الاستماع اليه وبعدها وقع ما يشبه صلح بيني وبين المشتكي، لكن بسبب ما اعتبره تعقد المساطير ما حطش تنازل، وبقات القضيه واقفه لان محاميه لم يعد يتابعها. لكن قبل شهر غنتفاجئ عن طريق الصدفه فقط انه تم الحكم علي غيابيا في القضيه. ملي جبت الحكم لقيته 6 اشهر موقوف التنفيذ وغرامه 5000 درهم واحاكم بالقانون الجنائي. الغريب انه النيابه العامه لم تستدعيني للمحاكمه رغم انها جبدت هذه القضيه هذه في نفس اليوم اللي توصلت فيه بشكايه من معمل المثلجات ديال المحمديه، يعني حاكمتني غيابي في هذه القضيه وحضوري في قضيه المثلجات. هذا الشيء خلاني نتساءل واش هذا الشيء قانوني. اتصلت مسؤول في مجلس اعلى السلطه القضائيه وقال لي دير تعرض. نفس الكلام تلقيته من مسؤول من رئاسه النيابه العامه، وتواصلت مع وزاره الداخليه اللي سولتهم واش انتم تنصبتوا طرف ضدي، قالوا لي لا لم يتم استدعائهم. هنا قلت صافي ندير التعرض لعل ما وقع مجرد خطا وغيتم اصلاحه وما كاينلاش نخرج الخبر في الاعلام، خصوصا ان هذا الحكم ضرب بشكل تام في حريه التعبير. درت التعرض وملي استمع لي القاضي قلت لي حاجه واحده، اذا كنت كنتحاكم هنا من اجل المقال فانا ما كتبتوش، خاصكم تحاكموا اللي كتبوا. اذا كنت هنا كنتحاكم من اجل النشر فانا المسؤول عن النشر، ولكن هنا خاصكم تحاكموني بقانون الصحافه والنشر، لان حسن فرحان رئيس وحده قضايا الصحافه برئاسه النيابه العامه كان قال قبل اشهر فقط ان القضايا التي يشملها قانون الصحافه والنشر هي المتعلقه بالمقالات المنشوره في الجرائد والمواقع المرخص لها، وحنا جريده الكترونيه مرخص لنا. طالبني القاضي بالبطاقه عطيتها ليه، وهنا انتهى الموضوع. اعتقدت ان القاضي سيصحح الحكم، خصوصا ان المحامي ديالي الاستاذ شعيب حارث هضر في مرافعته على انه ما يمكنش تكون برلمانيه تحاكم بقانون الصحافه والنشر وصحفي يحاكم بالقانون الجنائي، كما انه هضر على احكام لمحكمه النقد رفضت الحكم ابتدائيا واستئنافيا على سيده بالقانون الجنائي بخصوص تدوينه على الفيسبوك، وقالت المحكمه ان القانون الاصلح للمتهمه هو قانون الصحافه والنشر رغم انها ليست صحفيه. لكن اللي وقع اليوم هو انه تم تثبيت الحكم بمعنى ديك قانون الصحافه والنشر ما صالحش وما غنحكموش عليك به وغتحاكم بالقانون الجنائي. وبمعنى اخر من اليوم فصاعدا ما بقى حتى معنى بطاقه الصحافه او حتى لطلب ترخيص للصحافه الالكترونيه او المجلس الوطني للصحافه، حقاش حتى الا كنت درتي الملائمه وجميع القوانين وكتاخذ بطاقه الصحافه فراك كتحاكم بحالك بحال اي واحد تيدير صحافه فيسبوكيه. انتهى زمن الصحافه وبدا زمن القانون الجنائي. يعني كتحاكمني بصفتي مدير نشر موقع وما كتطبقش عليا قانون الصحافه والنشر. المهم